السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده عملنا بقى طاجن فراخ بالخضار، بس طعمه حلو جدا، هيعجبكم ان شاء الله. يلا بينا نقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل بقى الطاجن بتاعنا، طريقته سهلة جدا. انا هنا جبت بصلاية كبيرة، وحطيت بقى نص معلقة كده من كل البهارات اللي انا هستخدمها: فلفل اسود، بابريكا، البهارات السبعة، وبهارات الفراخ، ودبس رمان، وتوم. طبعا معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من كل الكلام ده، تمام، نص معلقة صغيرة. هقلب بقى توابل كويس جدا مع البصلة، وما اقولكمش بقى على الروايح بتاعة التوابل لما تفركي كده البصلة بالتوابل، ريحة فظيعة تجنن. ما تنسوش يا حلوين تضغطوا لايك على الفيديو، كمان تشتركوا لو اول مرة تزوروني في القناة، وتفعلوا زر الجرس. انا مقطعة الخضار بتاعي كده شرايح رفيعة، مش سميكة قوي، تمام. هي الكوسة بس اللي يعني مخليها القطعة مالية مركزها شوية علشان ما تتهريش مع البطاطس والجزر، لكن الجزر والبطاطس مخلية الشرايح رفيعة، تمام. طبعا عندك فاصوليا خضرا حطي، عندك بسلة، مفيش مشكلة خالص، ده حاجات كلها اختيارية وترجع لك انتي. حطيت كده قرنين فلفل صغيرين، واحد احمر وواحد اخضر، ومعلقة ونص من الملح، وكمان كام ورقة كده من اللورة، وتلات اربع معالق من الزيت. وطبعا كمية الملح ترجع على حسب كمية الخضار اللي انت هتستخدميه، تمام. هنا بقى قلبت كده كل الخضار بتاعي مع بعضه مع البصلة، يعني علشان خاطر كل التوابل الخضار يشرب منها، تمام. الفراخ اللي انا هستخدمها يا بنات، انا مستخدمة دبابيس طبعا. عندك انتي بقى فرخة كاملة هتقطعيها قطع، عندك اوراق كاملة، عندك صدور، مفيش مشكلة خالص، يعني اي فراخ عندك طعمها هيبقى يجنن وحلو وينفع مع الخضار، تمام. هقلب بقى الخضار بتاعي مع الفراخ او الاوراق او الدبابيس او اي يعني المتوفر عندك. زي ما قلتلك قلبت كله كده مع بعضه، تمام. هنا بقى كنت مشغلة الفرن بتاعي كويس جدا علشان على اعلى درجة حرارة علشان يسخن. بعد كده هجيب بقى الصينية بتاعتي، انا هنا كده قلبت كل المكونات. هجيب الصينية بتاعتي او الطاجن، انا هعمل في الطاجن ده هيبقى يعني حلو جدا وبيخلي طعم الاكل جميل. انتي ما عندكيش طاجن استخدمي صينية، بس ساعتها يعني غطي الصينية علشان الخضار ما ينشفش معاكي، لان احنا مقطعينه تقطيعة رفيعة، تمام. كمان عشان الفراخ تستوي معاكي هي والخضار. هنزل كده بالخضار بتاعي والدبابيس، يعني نزلتها تحت الخضار علشان تستوي بسرعة، تمام، لان الخضار انا مقطعاه تقطيعة رفيعة. بعد كده بقى هجيب كده طماطمتين كبار او 3 طماطمات كده صغيرين، واضربهم في الخلاط واصفيهم. انا دلوقتي ما كانش عندي صلصة، تمام. هضرب بقى طماطم فريش وانزل عليه الخضار بتاعي، مش كتير، يعني لو حابة تقطعي كده الطماطم مع الخضار مفيش مشكلة، بس انا اولادي مش بيحبوا الطماطم متقطعة في وسط الخضار، فضربتها كده في الخلاط. مش ياما، يعني زي ما قلت لكم 3 طماطمات. ممكن ما تحطيش الطماطم، بس الخضار بتاعك هيبقى لونه فاتح. طبعا الاكل اذواق، وبرده هيبقى طعمه حلو جدا، بس انا بحب احط كده حتى لو كمية بسيطة من الطماطم بتخلي الاكل حلو. كل حاجة وليها طعمها، يعني انتي لو محطتيش الطماطم هيبقى الخضار بتاعك برضو طعمه حلو، بس طعمه مختلف عن اللي فيه طماطم، فبراحتك خالص. انا حطيت كده يعني كام واحدة كده من الطماطم، وهحطه بقى في الفرن على اعلى درجة حرارة تحت خالص، في الفرن من تحت خالص لمدة ساعة او ساعة وربع على حسب حجم الفراخ معانا. يعني لو حاطة فرخة كاملة ممكن تاخد وقت اكتر من كده.
وده كان شكل الطاجن بتاعنا بالخضار، الفراخ بالخضار. اتمنى ان انتوا تجربوه، طعمه حلو جدا جدا، والخضار كده طعمه حكاية هو والفراخ. بصوا بقى، ده كمان رز مدسوس كنت عاملاه معاكم قبل كده على القناة، هسيب لكم اللينك بتاعه للي حابب يشوفه في اول تعليق ان شاء الله. بصوا بقى، الفراخ معانا زبدة مستوية جدا، وكمان الخضار اهو مستوي. عايزه اقول لكم بالنسبه للتسويه يا بنات، طبعا انا حطيت الطاجن بتاعي قعد يغلي كده في الفرن، فببص عليه وبختبره. الفراخ بتاعتك لقيتيها مستويه تمام والخضار، طيب لو لقيتيه خلاص هينشف ولسه الفراخ مثلا، لو انت حاطه فرخه كامله حجمها كبير ممكن تحتاج سوى اكتر. فانتي تخلي بالك بحيث ان الخضار بتاعك ما ينشفش. لو لقيتي الفراخ بتاعتك لسه محتاجة سوا والخضار ناشف، ممكن تزوديها نص كوباية مية بحيث ان الطاجن بتاعك او الصينية يستوي كويس. بعد كده ممكن تولعي الشواية وتخلي الفراخ تتحمر براحتها، تمام. بس اهم حاجة تستوي الاول.